ايه هي اكبر غلطه بيعملوها اهلنا في دول الخليج اول ما بيجوا النمسا وبالاخص فيينا؟ بس قبل ما نتكلم عن الغلطه دي، يا صباح الفل او يا مساء الفل حسب ما هتشوف الفيديو. الغلطه اللي انا جاي بتكلم عليها ان اهلنا في الخليج اول ما بيجوا فيينا بحس ان هم عايشين او قاعدين في الدوله اللي هم جايين منها. ده من وجهه نظري طبعا، والكلام ده ما ينطبقش على كل الناس، ولكن بمعنى ان كل الناس اول ما بتيجي هنا بتاخد طبعا عربيه من المطار للفندق، ده تمام وزي الفل، ولكن كل تحركاتهم داخل فيينا بتكون عباره عن ان هو بياخد عربيه يروح المطعم، يطلع من المطعم ياخد عربيه يروح المحل، ياخد عربيه يروح المتحف. يا جماعه انت لازم تبقى عارف ان فيينا متحف كبير، يعني اللي انت لازم تخوض تجربه ان انت تنزل تتمشى على رجلك وتخوض التجربه وتركب المواصلات وتعيش الدنيا. اعتمد على حالك، حتى لو انت معاك شاب صغير او ابنك او بنتك خليهم يعتمدوا على حالهم، ولكن انت بتكون جاي هنا عشان تتنقل من مكان لمكان بالعربيه وتروح للمحل، حتى لو المحل بعده ب 50 60 70 متر بتروح تركب عربيه والكلام ده كله. فدي من وجهه نظري مش سياحه، لا، يعني انت خد التجربه كلها بحلوها بوحشها بكل حاجه عشان تقدر تعيش زي الاوروبيين وتخلي نفسك عندك القابليه ان انت تعتمد على حالك وولادك والكلام ده كله. طبعا الكلام ده يعني ما ينطبقش على كل الناس، في ناس ما شاء الله بتيجي وبتلف وبتعمل كل حاجه، وفي ناس تانية لا، ولكن الاكتريه اللي انا بشوفهم من وجهه نظري ومن كلامي ويعني والكلام ده طالع مني انا، ان انا بشوف معظم الناس بتستخدم العربيه في كل حاجه وبتتحرك من الحاره دي للحاره دي بالعربيه ومكسل ان هو يمشي. يا جماعه خدوا التجربه، فيينا متحف كبير، متحف مفتوح، انزل وخش الشوارع وخش الحواري وكل حاجه على رجلك عشان تقدر تتبسط. وهي دي زي يعني هي دي وجهه نظري، اعمل السياحه زي ما الاوروبيين بيعملوها، بيخوضوها بكل تجاربها وتجربتها وكل تفاصيلها. فارجو ان انت تيجي هنا وتتبسط واعمل زي ما انا بقول لك. وتاني حاجه، لو انت مش مشترك في الصفحه اشترك وشير فيديو عشان زي ما انت عرفت غيرك يعرف. سلام.